أهلًا بالأمارات، وبكيس ب20 جنيه حليت مشكلة الحاجة الحلوة اللي جات لي ضيوف على غفلة وما كنتش عارفة أتصرف. أيوه، جبت كيس بسبوسة ب20 جنيه من بِم، وعملت بيه أحلى صينية بسبوسة من غير ما أحط سكر فيها ولا أحط أي مكونات، ب3 مكونات بس. أول حاجة عملت الشربات، عملت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مَيّة وشعرة ملح ليمون، ورفعتهم على النار يا دوبك يغلوا بس كده دقيقتين 3 وأطفي، مش عايزاه يتقل. كيس البسبوسة ده بيقول لِك تحطي عليه معلقتين سمنة وتحطي عليه كوباية زبادي ونُص كوباية مَيّة. أنا عملت نفس الكلام، حطيت أنا بس زوّدت السمنة نُص كوباية سمنة بلدي عشان تبقى طعمها حلو، وحطيت ربع معلقة بيكنج باودر وذرة رفيّعة خالص بالملح ما بين إيديكِ، وهُم قايلين برضه على الكيس أحط بيكنج باودر. أدي البيكنج باودر أنا ماشية نفس النظام بس زوّدت السمنة بس شوية. وحطيت كوباية زبادي ونُص كوباية مَيّة، بالكوباية اللي عايرتِ بيها الزبادي ولمّيتهم كده بإيدي مفرولين كده ومفتحين. لقيتيها محتاجة معلقة مَيّة كمان حطي. بس كده وحطيتها في صينية مدهونة ودخّلتها فرن سخن وطلعت معانا بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. لو احتاجت شواية حطي. سقيتها بالشربات سخن وهي سخنة وبألف هنا وشفا. الشربات خفيف يكون خفيف، ما خدِتش كمية الشربات كلّها، أنا كنت عاملة زيادة قُلت أخلّي شوية عشان هاعمل فطير بالسكر. واسقيه كمان بالشربات. خلاص سقيتها كده لحد ما استكفت، وأول ما البسبوسة تحسي إنها بتشرب معاكِ الشربات تعرفي إن بسبوستِك ناجحة وزي الفل. كده بقى معايا أحلى صينية بسبوسة في 5 دقايق من غير مجهود خالص، من غير ما أحط سكر. شايفين طريّة إزاي وعاملة إزاي؟ أنا بس حطيتها في صينية كبيرة، كان المفروض أحط الكمية دي في صينية مقاس 24. أنا باعمل البسبوسة السايبة بس حبيت أجرّب معاكم بسبوسة أكياس اللي بيخاف من الدقيق السايب. البسبوسة طالعة مرمّلة ومفرولة كده. لو البسبوسة بتاعتِك طلعت زي الكيك ما تبقاش بسبوسة، لو طلعت قطعة متماسكة وما بتفرولش في إيديكِ تبقى زي رواني مش بسبوسة. البسبوسة هي بتبقى بسبوسة مبسبسة كده تمسكيها في إيدِك كده دايبة زي حبّات الرمل. وب20 جنيه عملت حاجة حلوة للضيوف اللي جُم لي على فجأة. يالّا أشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد. أنا حبيت أعمل لكم review بس عن البسبوسة دي عملي علشان اللي خايف يجيبها ويقول السايبة أحلى. لأ دي كويسة والسايبة كويسة وكل حاجة الحمد لله كويسة. استغلّوا عليها لو فيها عرض واعملوها حلوة وناجحة ومضمونة معاكِ عن الدقيق، لإن الدقيق السايب ممكن يكون مغشوش. جرّبوا الوصفة وقولوا لي رأيكم إيه في الكومنتات، وأشوفكم على خير وباي باي.